مساء الخير، مساء الفل، مساء الورد عليكم حبايبي، أو صباح الخير في الوقت اللي بتشوفوني فيه. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم الأيام بخير يا رب، ودايما تكونوا في أحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. يلا يا حبايبي هنعمل فطور ويا بعض النهاردة. بس أنا ما جبتش العجين، هو العجين يا حبايبي طريقته شوية مية وشوية ملح وتخدميه حلو في العجين. بس حطوا لايكاتكم الأول لأم محمد، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس لايكاتكم لأم محمد حبايبي، والله وحشني وحشني كتير كتير. وزي ما انتوا شايفين كده حبايبي اهوت بنبطط وايه هنريح الفطرة بتاعتنا حلو كده. وبعد ما نريح طبعا ايه هنفرد. معايا هنا حطيت، انا بفرد على دقيق، ومعايا هنا سمنة زبدة على سمنة بلدي سايحة. دي ودي بلدي. ولايكاتكم يا حبايبي. وبفرد طبعا مين معاك يا ام محمد؟ والله الحاجة. طبعا انا ما كنتش قمت حتى غسلت ايديا لان كنت عجنت رقاق وعجنت فطير. وقلت كده ايه طبعا اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا يا ولاد اللايكات بتاعتكم يا ولاد. وهنا بنفرد ونحط سمنتنا، وزي ما انتوا شايفين اهو. بنفرد بالسمنة كده، نحط السمنة وتفردي. أهم حاجة فرد الفطير معاك عشان ما يبقاش فيه حاجة تخينة ولا حروف تخينة ولا حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله يا حبايبي ما شاء الله اللهم بارك. كنا عاملين 5 فطاير. عملت 5 فطاير يا ام محمد. ايه والله قلت اودي للبنات. وطبعا ابو محمد كان مسافر خد واحدة معاه. و... واحنا اتغدينا اللهم بارك يعني بألف هنا وشفا للي كان حاجة وللي شاف. ولايكاتكم يلا يا حبايبي ويا ام محمد. اهم حاجة الفطير تحط له سمنة زبدة سمنة بلدي. اهم حاجة بتخليه طعمه حلو. يعني لو مفيش قشطة عادي، بس السمنة الزبدة حلوة بتغني مكان القشطة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. همتكم يا ام محمد. يلا يا ولاد وبصماتكم حبايبي لام محمد كده، وعشان نرفع القناة لان الساعات نزلت من تاني وبدأت ام محمد تبدأ من اول وجديد. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. وما شاء الله اللهم بارك شوية فطير زي العسل. حبة فطير ما اقولكمش بقى كده حبايبي. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. حتى من يعني اكمن ما كانش في وقت والله عجنت حتى ما غسلت ايدي. وقمت اشتغلت على طول. هنا خلصت بقى وقمنا ولعنا. شايفين الفطير جابي بالزان. اللهم بارك. تهدي الفرن من فوق وعلله النار من تحت. بسم الله ما شاء الله. شايفين الفطيرة جابة قد ايه ولسه ما استوتش. شايفين ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. من تحت زي من فوق، القعر زي الوش، حاجة كده زي العسل، لوز اللوز. طعم وريحة ويفتح النفس ما شاء الله. تسلم ايدك يا بنت يا ام محمد. تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك يا حاج. شايفين طبعا خلصنا وقمنا ولعنا الفرن طبعا. اتنفر كلية دقيق مطرح ما كان طبعا بيريح ويغمز الفطير. دي اول واحدة ما شاء الله شكلها ما شاء الله. والله الكاميرا ظلمة اللون ما شاء الله. شايفين هنا كان النور طبعا قاطع والتصوير والإضاءة يعني ايه. بس ما شاء الله اللهم بارك. حطوا لايكات وحاجة زي العسل. لا اله الا الله. شايفين الجمال ده؟ شايفين ما شاء الله اللهم بارك. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك. هنا طبعا بعد ما خلصنا هوت بدأنا نخلص وحطينا الغدا اتغدينا والله واحنا شغالين كده.
هقول لكم بقى جبنة قديمة وعسل وبصوا، لو جبنة قديمة بس هو الفطير طعمه والريحة مش عاوز حاجة. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. تصوير ظلمة، التصوير الدنيا ضلمة والكاميرا ظلمة التصوير بصراحة ربنا. اللهم بارك، شايفين اللون والجمال، شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، عسل عسل كده، حاجة تحفة. تسلم ايدك يا ام محمد. شايفين والله بصراحة ربنا، قلت لكم النور كان قاطع والكاميرا ظلمة الفطير مش مديه حقه بصراحة ربنا. إيه، اللي عاوزة تعمل مشروع من البيت، بصراحة ربنا حاجة ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على